سنتحدث عن الخيارات الموجودة في لوحة التحكم بالتطبيق. عند اختيار مدير نقطة البيع تظهر هذه الصفحة. إن نقطة البيع عبارة عن الموقع الفعلي أو الافتراضي الذي يدفع فيه العملاء ثمن مشترياتهم، وتعني أيضا الكاشير. يضيف المورد منتج أو أكثر بالضغط هنا. ستظهر المنتجات التي تمت إضافتها، ويمكن زيادة أو نقص الكمية بالضغط هنا، أو إزالة المنتج. عند الضغط هنا يوجد في الأعلى البحث حسب اسم المنتج أو الباركود، وجميع الفئات وجميع الماركات. بعد اختيار المنتج يوجد عميل جديد بالأعلى، بمعنى أن هذه أول مرة يشتري من تطبيق سمسم. إذا كانت هناك أسماء لعملاء آخرين، فهذا يعني أن هذه ليست المرة الأولى للشراء من التطبيق. توجد علامة السيارة على اليسار يتم الضغط عليها، فيتم تسجيل بيانات العميل كالاسم والبريد الإلكتروني والعنوان والبلد والمحافظة والمدينة والرمز البريدي والهاتف، ثم الضغط على تأكد. يتم إضافة مصاريف الشحن من هنا إن وجد، ثم كتابة القيمة، أو إذا هناك خصم على المنتج يتم إضافة قيمة الخصم. فيظهر هنا المجموع الفرعي أي سعر المنتجات، وقيمة الضريبة، وقيمة الشحن، والخصم. فيظهر هنا المجموع الإجمالي، ثم يتم إضافة الطلب. عند اختيار الرسائل أو المحادثات، هي المحادثات التي تكون بين المورد والعميل. عند اختيار طلبات الاسترداد المستلمة، عندما يريد العميل استرداد أمواله، سيتم إرسال إشعارا إلى المورد في هذه الصفحة، وتشمل طلبات الاسترداد رقم الطلب والموافقة. عند اختيار الكوبونات، يتم الضغط هنا لإضافة كوبون جديد، ثم اختيار نوع الكوبون. إذا سيختار المورد للمنتجات يكتب كود الكوبون، ثم يكتب اسم المنتج، ثم يحدد التاريخ، ثم يحدد الخصم، ويمكن التحديد إما بالقيمة أو بالنسبة المئوية، ثم يضغط حفظ بعد الانتهاء. وإذا سيختار المورد لإجمالي الطلبات، يكتب كود الكوبون، ثم الحد الأدنى من التسوق، ثم الخصم سواء بالقيمة أو بالنسبة المئوية، ثم الحد الأقصى لمبلغ الخصم، ثم تحديد التاريخ، وبعد الانتهاء يضغط حفظ. عند اختيار سحب الأموال، سيجد المورد الرصيد الخاص به. يمكنه إرسال طلب لمسؤول الموقع بالضغط هنا، ثم تحديد قيمة المبلغ وإرسال رسالة، ثم الضغط على إرسال، ثم ينتظر الموافقة حتى يرسل المسؤول المبلغ المطلوب، سواء بالكاش أو بالتحويل البنكي. سيجده المورد في تاريخ الدفع. عند اختيار تاريخ الدفع، سيظهر تاريخ دفع المورد المتعلق بسحب الأموال. عندما يقوم المورد بطلب سحب أي مبلغ من المال، يرسل رسالة إلى مسؤول الموقع وقيمة المبلغ، وعند موافقة المسؤول يرسل المبلغ إلى المورد. فيظهر تاريخ الدفع في هذه الصفحة، ويشمل التاريخ والمبلغ وطريقة الدفع سواء بالكاش أو بالتحويل البنكي.